السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ميوش من قناه ميوش ايه. النهارده فيديو جديد بالاشتراك مع مريان صاحبه قناه ميك اب ريفوليوشن. بنوته جميله جدا، ليها ريفيوهات عن المكياج بكل انواعه بماركاته. بتحب تجرب على طول المكياج الجديد، فونديشن، برايمر، اي شادو. بتجيب منتجات من امريكا، ساعات كمان بتجرب حاجات مصري وتقولك رايها. بتجيب حاجات من مواقع. لو في منتج جابته وهو غالي هتطلع تقولك رأيها بمنتهى الأمانة. يعني مش علشان هو غالي هتطلع تقول ده واو ده فظيع هاتوه على طول. لا، لو هو منتج معجبهاش على طول هتقولك المنتج ده فيه عيوب، وهتقولك مميزاته، هتقولك سعره. وكمان يا بنات انتوا كلكم عارفين ان البنات اللي بتجيب من المواقع بيبقى حاجة كده ليها ميزانية. يعني بتجيب من الموقع بتحسب بالدولار، شحن، جمارك، فكأنها بتدفع تمن المنتج مرتين، تمن للموقع وتمن تاني للجمارك. فانا بعشق جدا القناة دي، بستناها بس تنزل فيديو عشان اروح على طول اشوف القناة واستفاد من المنتج الجديد اللي هي جربته. وبتجربه كمان في الفيديو، بتجربه عشان توريكم الملمس بتاعه، الشكل بتاعه عليها ودرجته. يعني بجد قناة مفيدة جدا. هتلاقوا اللينك تحت في صندوق الوصف، وارجو منكم انتوا على طول تتابعوها وتحبوها. واللي من عندي واول مرة يعرف قناة مريان يكتب لها على طول احنا جايين من قناة مايوش، وهي اكيد هترحب بيكم. وتابعوها على طول عشان تستفادوا من الجديد عندها. هي بقى هتعمل لكم مكياج للفالنتين، كل سنه وانتم طيبين. وانا هعمل لكم ريفيو عن منتجات فلومار اللي عندي. يلا بينا بقى نبدا الفيديو، واقول لكم ايه الحاجات اللي عجبتني في منتجات فلومار وايه الحاجات اللي ما عجبتنيش، وهقول لكم كمان الاسعار. يلا بينا. وهي دي يا بنات كل المنتجات اللي انا مجرباها من فلومار. اول حاجه عندي البرايمر بتاعهم، المانيكير، الفونديشن، 2 باودر مائية وباودر عادية، و2 باودر. هقول لكم ليه جايبه الاتنين دول، بس الاتنين طبعا اكيد هيكونوا مختلفين. ماسكارا والكونسيلر. في حاجات جربتها في الصيف وفي حاجات جربتها في الشتاء، بس انا عادة يعني بشرتي صيف وشتاء واحد. بس لما يعني ارطب بشرتي في الشتاء مش بتنشف قوي. تمام، فانا هحكم عليها منتجات في الصيف جربتها، منتجات في الشتاء جربتها، والحكم كمان هيكون واحد لما ان شاء الله يجي الصيف. فتابعوني بقى عشان تعرفوا رأيي في المنتجات دي كلها. واول حاجة هتكلم عليها هي البودرة المائية من فلورمار، درجتي W05 ميديوم كريم. تمام، هفتحها لكم. هي الدرجة دي زي ما هي باينة عندكم في الشاشة وزي ما هي في الحقيقة. تمام، هنا فيها مكان للاسفنجة بتاعتها، بس السفنجة دي مش بتعمل حاجة، هي وظيفتها كلها ان هي بتاخد البودر وتحتفظ بيه، مش بتوزعه خالص. وهنا في اخرم عشان لو سبتي السفنجة دي مبلولة فتنشف ويكون في تهوية. بالنسبة بقى لسعر الباودر المائي 65. تمام، هوريكم برضو الدرجة بتاعتها. هي دي الدرجة بتاعتها. هي توحالكم ان هي حلوة وخفيفة كده، لكن هي ما عجبتنيش خالص، ولا صيف ولا شتاء. انا جربتها في الاتنين. جربتها في الصيف، هي بتدي منظر فيك قوي، كيكي كده، كأنك حاطة، يعني كأنك بشرتك مجيرة، عارفين؟ كأن وبتنشف البشرة جامد جدا، اذا كان صيف وشتاء. بتسد المسام. بحس على طول بعد ما اغسل وشي لازم وايبس، ولازم بعديها على طول كريم مرطب. يعني الكريم المرطب ده تخلصي الوايبس تحطي على طول، وهتبقى بشرتك ناشفه جدا بسببها، وهتنشف بشرتك طول اليوم. انا استخدمتها كباودر مائيه في الصيف والشتاء، ما عجبتنيش. استخدمتها كباودر عاديه في الصيف والشتاء، ما عجبتنيش، لان هي بتستخدم استخدامين، استخدم للمائيه وتستخدم للعاديه. اول حاجه هي ممكن في بنات يقولوا عشان ما عجبتنيش ان انا ما عرفتش اختار الدرجه بتاعتي، بس الكواليتي مش حلوه. يعني هي بتنشف، هي مش حكايه درجه، هي حكايه ان هي بتنشف معايا. فحاليا بستخدمها كنور كده تحت الحاجب، لان انا استخدمتها
كنور مثلا في العين، كانت تفتح العين بعد الفونديشن لقيتها بتخش في الخطوط، فده برضو حاجة تانية برضو ما عجبتنيش، فانا انصحكم ان انتوا تبعدوا عنها خالص. تاني باودر حابة اتكلم عليها هي الباودر العادية. الاتنين شكل بعض تمام، بس في واحدة اكبر شوية عريضة شوية، وفي واحدة اللي هي الباودر العادية. دي درجتي فيها 88 ميديم بيج. ثواني افتحها لكم. دي يا بنات كان سعرها 60، هي سعرها اختلف عن السنة اللي فاتت. في 2015 كان سعرها 55، في 2016 غلوا بس حاجات، يعني في حاجات غلوها وفي حاجات سعرها الاصلي. هي كده فيها السبونشة دي ولا السفنجة، دي مش بتعمل اي حاجة، دي وظيفتها ان هي برضو بتجمع البودرة ومش بتوزعه، فوزعيه بالفرشة احسن. تمام. دي بقى جميلة جدا. انا كنت رايحة بهدف ان انا رايحة اجيب حاجة للسهرة، شايفينها هي دي اهي، شايفينها ان انا رايحة اجيب حاجة للسهرة، يعني تفضل معايا وقت ما اضطرش كل شوية اروح اظبط الباودر، ازود انقص. فحبيتها جدا جدا جدا، بس تنفع للسهرة، يعني لو خارجة بعد الظهر عندك مناسبة، لكن ما تنفعش خالص 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 يوميا. حبيتها جدا، مش بتخش في الخطوط. وظيفتها ان هي بتثبت الباودر، وان انتي مش شرط ان انتي تروحي تواليت ولا حاجة علشان تأكدي عليها وعلشان ترجعي تاني تحطي باودر. هي هتفضل معاكي المناسبة كلها لحد ما تروحي. فعجبتني جدا. انا دي من الحاجات اللي حبيتها جدا في 2016، وان شاء الله مش هبطلها خالص، يعني هي حلوة جدا للمناسبات. فانصحكم ان انتوا تجيبوها. تالت حاجة حابة اتكلم عنها هي الباودر العادية، ودي باودر غامقة جدا وانا بستخدمها بكونتور. الواحدة سعرها 35، يعني دي سعرها 35 ودي سعرها 35. اول حاجة هتكلم على الكونتور، هي درجة الكونتور 192، دي اغمق درجة. تمام، اجربها لكم برضو، شايفينها هي دي اهي، هي دي حلوة جدا، مش قلب احمر. يعني عادة الكونتور ممكن مثلا تغلطي ان انتي تجيبيه، بس هو مش قلب احمر، هي حلوة جدا. اسمها بيوتي كومباكت. اول حاجة بقى التانية دي درجتي 198 وروز، اسمها روز. دي بقى جايباها للاستخدام اليومي. انا نقيت الدرجة بتاعتي، عجبتني، حلوة جدا. بتخلي البشرة تتنفس، وبرضو هجربها لكم، بس اختاري الدرجة اللي تناسبك، يعني هتروحي تجربي كل الدرجات. بصوا يعني خفيفة كده، حسيت ان هي بس تأكيد. انا بحط بيبي كريم الصبح، فتأكيد ان هي بس تثبت البيبي كريم مش اكتر. حبيتها جدا زي ما قلت لكم. حبيتها كمان اكتر لان هي عادة لما تيجي تحطي باودر عندي انا بتخش في الخطوط، لكن دي ما دخلتش خالص في الخطوط. تثبتيها كويس. هي ممكن لو مثلا خارجة الصبح تأكدي عليها شوية، ممكن مثلا لو في مثلا بشرتك دهنية بتطلع زيوت، فبكلينكس كده تأكدي على البشرة، وتاخدي برضو الفرشة معاكي، ولو مثلا في حاجة اتحركت ولا حاجة تثبتيها. تمام، فالاتنين دول عجبوني جدا، وكمان هكررهم لما يخلصوا. وبعد كده هتكلم عن الفونديشن. الفونديشن ده سعره 75، مش عارفه اذا كان في 2016 غلا ولا لا، بس انا لما جبته في 2015 كان ب75. الدرجه بتاعتي اسمها في 208 هاني بيج. تمام، وهي الدرجه اللي باينه دي، شايفينها؟ هي فري اويل، حلوه جدا. بس انا لما اخدتها يعني وبعد كده استخدمتها قريت ان هي للبشره الدهنيه. تمام. البنت اللي في الستاند يعني كانت تقريبا عايزه تبيع وخلاص، فانا ما حبيتش خالص البنت اللي في الستاند. عايزين تجيبوا هاتوا من المحل اللي هو في كارفور. تمام، في سيتي سنتر، في هناك محل فتح جديد
البنات اللي هناك حلوين جدا، اجتماعيين، يعني على طول يفهموا طلبك. تجيبي اللي انت عايزاه، يعني خشي بهدف. انا قلتها قبل كده بس عايزه اكد عليها. خشي بهدف ان انت داخله تجيبي مثلا فونديشن، تقولي لها البشره بتاعتك جربي كل الدرجات لحد ما تستقري على درجه. خديها. عايزه بقى ايه؟ تاخدي فكره عن المكان، عن الاسعار، عن المنتجات، خدي فكره. لكن هي ممكن مثلا ايه تاخد دماغك كده شويه، تقولك طب جربي كذا، طب جربي كذا. لو انتي مش حابه تجربي، قولي لها ان انا جايه اخد حاجه معينه وممكن تاخدي فكره، وبعد كده يعني تقرري تجيبي حاجه تانية من عندهم. بس خشي هاتي اللي انت عايزاه في الاول، فاهماني؟ فالباودر سوري الفاونديشن ده كان حلو جدا. بما ان هو للبشره الدهنيه فما نفع ما نفعنيش، نفعني بس في الشتاء. تمام. هو يعني شويه كويس في الصيف. ده غير طبعا ان هو يعني ممكن تكون الكفر بتاعه عالي، من متوسط لعالي، فما حبيتهوش في الصيف. حبيته اكتر واكتر واكتر. انا حبيته شويه في الصيف بس مش الاعتماد عليه، بس استخدامي ليه في الشتاء. يعني في الشتاء بنزل بيه لو خروجه، باجي برجع الفونديشن زي ما هو ما اتحركش. هو وظيفته ان هو يتحكم في الدهون. انا عندي بس منطقه التي زون. لما يعني برطب بشرتي بتتحكم فيها، فمش بتطلع كتير، فيعني خلى بشرتي احسن شويه في المكياج. بس طبعا في الخدود، بما ان هي ما فيهاش دهون فنشفها. فانتي بعد كده خدي بالك ان نوع بشرتك، وهاتي المنتج اللي يناسبك. في منتج ليهم للبشره المختلطه، بس انا وقت ما اخدت المنتج من الاستند ما كانش المحل فتح، ومكنتش اعرف ان فيه للبشره المختلطه. فاديكي عرفتي بقى، عشان بعد كده لما تروحي تجيبي. هو تقريبا كان فيه فيتامين اي، وسعره تقريبا على ما اتذكر 105. انا بحاول اقول لكم الاسعار على ما اتذكر. فهو البشره الدهنيه، لو انتي بشرتك دهنيه انصحك بيه، حلو جدا. في بنات كتيره بيكتبوا لي احنا نجيب درجه ايه. طب انا ما اعرفش يا بنات لون بشرتكم ايه. انتوا لازم الفونديشن او الباودر لازم تروحوا تشوفوا الدرجه اللي تناسبكم. ما ينفعش انا اقول لكم الدرجه، انا ما شفتكوش، انا ما اعرفش نوع بشرتكم، ما اعرفش درجه بشرتكم، فمش هقدر اقول لكم ان انتوا تروحوا تجيبوا الدرجه اللي ممكن ما تناسبكوش. فانتي الفونديشن والباودر روحي هاتي على طول الدرجه اللي تناسبك. بعد كده حابه اتكلم عن البرايمر ده كان سعره 95. البرايمر ده يعني تقريبا بضغط الهواء، لان في مشترياتي البنات قالوا لي ده بضغط الهواء. هو بصوا، هو السن بتاعه كده يعني مفهوش سن. هو بضغط الهواء ان انت كل ما تاخدي منه كل ما فيه هنا حاجه كده بترتفع. بس البنت قالت لي حطيه كده يعني بالمشقلب. فانا يعني كنت عايزه اجرب، فحطيته كده فتره وجاي اضغط عليه ما نزلش حاجه، ما نزلش البرايمر. لكن انتوا حطوه كده. تمام. نيجي بقى على الكواليتي تحفه تحفه. ناسبني. انا بصراحه مش هعرف افيدك في موضوع المسام، لان انا ما عنديش مسام. انا بس هكلمك ان هو كناحيه ترطيب وكناحيه تثبيت مكياج تحفه. ترطيبه بصوا هوريهولكم. هو فيه كده زي كانه ميه. بصوا يعني نقطه صغيره هتكفي الوجه كله. بصوا كانه ميه، في ميه. ترطيبه عالي جدا كانك حاطه نيفيا سوفت بالظبط يعني. ريحته حلوه شويه مش قوي يعني. هو كده بيلمع، بس بعد ما البشره تمتصه هتلاقيه بقى كويس. هو لما تيجي تفرديه هتلاقيه شويه تقيل، سيليكون شويه. انا حبيته جدا جدا، يعني بيثبت لي المكياج صبح وليل، بيرطب جميل جدا يعني حبيته. وده من البرايمات اللي انا لما يخلص هجرب جديد. وهما كمان منزلين فيكس باس تمنه 95 برضو، عايزه اجربه. لو انتوا جربتوه بقولوا لي رايكم. بعد كده هتكلم عن الكونسيلر ده درجتي فيه 4. هو فيه 4 درجات، 1 و2 و3 و4. ثواني افتحه. هو سعره كان 50 جنيه. هو عادي كده على اورنج. هو تقيل جدا جدا جدا. جربه لكم. بصوا هو في الشتاء
تحسي ان هو ناشف شويه، لكن لما في الصيف تحسي ان هو طري. لازم يتوزع بالايد عشان ياخد درجه حراره جسمك ويتفرد كويس. بصوا تحفه تحفه تحفه، انصحكم بيه جامد جدا. بيقلب بودر شويه. بصوا انا بوزعه، هو يعني ثبت كده خلاص. مش بيخش في الخطوط. لو حطيتيه كويس ولو فرتيه كويس مش هيخش في الخطوط. انصحك بيه، ممتاز صيف وشتاء ممتاز. بعد كده هتكلم عن المسكرة. المسكرة دي تمنها 190 جنيه بلاك. هوريكم الفرشة بتاعتها. ريحتها ريحة الياسمين، ريحتها تحفة بجد، جميلة جدا. لما تيجي تحطيها، ثواني اعمل لكم فوكس. لما تيجي تحطيها كأنك حاطه رموش، يعني بالظبط كأنك يعني حاطه رموش وحاطه كده طبقة. حبيتها جدا جدا جدا. الفرشة بتاعتها يعني حلوة، مش سيليكون. انا مش بحب على طول الفرشه السيليكون. الفرش السيليكون بخصصها للصبح بس، لكن دي شايفينها تحفه تحفه وجايه بميل كده. ولما تيجي تدخلي مسكره كمان دخليها كده عشان بس ايه تحافظي على عمر المسكره وتفضل معاكي فتره طويله. انا انصحكم بيها جدا لو انتي شايفاها ان هي غاليه عليكي. تقدري تجيبي في عندهم ب45، في عندهم مسكرات كتير. تقدري تروحي تتفرجي وتنقي نوع الفرشه، يعني تنقي شكل الفرشه. وانا هحط لكم صوره على الانستجرام. تختاروا الفرشه اللي تطول، اللي تدي تقويس كده. فهحط لكم الصوره وروحوا هاتوا الفرشه. يعني لو مش عاجباكوا دي او حاسين هي غاليه شويه، في عندهم حاجات كتير ممكن تختاري من مجموعه كبيره. واخر حاجه حابه اتكلم عليها هو المانيكير بتاعهم. المانيكير بتاعهم ده كنت واخداه هديه على شامبو. هو تمنه مكتوب ورا تمنه 26، بس هو في يعني انا شايفاه في المحل ب25. تمنه تحفه، حلو جدا لونه. انا اخترت الدرجه دي. مش شايفه الدرجه بتاعته هي فين. هو ميدن تركيا لان كل منتجات فلومار تركيا. درجته انا مش شايفاها حاليا. جيجي كوين، مكتوب جيجي كوين CO. تمام. اول حاجه هو درجه تحفه، بتثبت من اول طبقه. مش بتتقشر بسرعه. يعني انا قعدت بيها اسبوع مش بتتقشر خالص. بس الحاجه ما عجبتنيش ان انتي ممكن تلاقي الضفر اتصبغ بنفس اللون المانيكير، يعني لازم تحطي توب كوت. تمام. هو ده بس الكومنت الوحيد اللي عليه. بس من ناحيه الكواليتي ومن ناحيه اللي هو اللون حلو، بيقعد فتره، انا اضمنهولك 100%. عندهم توب كوت. ممكن تجيبي توب كوت من اي ماركه، بس لازم تحطي توب كوت قبل اي مانيكير. وبكده يكون الريفيو عن منتجات فلورمار خلصت. وان شاء الله لو جبت حاجات جديده اكيد هقول لكم رايي فيها. يا رب يكون الفيديو خفيف لطيف كده وظريف على قلبكم، ما طولتش فيه. حاولت اديكم المختصر المفيد. لو في اي بنوته عندها سؤال يا ريت تقولهولي وانا على طول هجاوبها. شكرا على المتابعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تروحوا تشوفوا قناه مريان. تمام. البنوته اللي هتيجي من عندي يا ريت تروح تقول لمريان انا جايه من عند ميوش. والبنوته اللي جايه من عند مريان اهلا وسهلا بيها، شرفتيني في قناتي. ما تنسوش لايك واشتراك وسبسكرايب وفولو على الانستجرام، لايك على الفيسبوك. في ايه تاني؟ اد على سناب شات. نشوفكم في فيديو جديد. وباي باي يا بنات، مع السلامه.